هعمل معاكم النهارده بقى الكحك بمقادير مظبوطه جدا، وبجد هتدعولي لو مشيتوا على نفس الخطوات وبنفس المقادير. بجد هتطلعوا كحكايه تحفه. معايا بقى كيلو دقيق مخصص للكحك والبسكوت علشان يشرب كده السمنه معايا وما يطردهاش. وهنزل كمان بنص كوبايه من النشا هنا بتخليه ما يرطبش خالص معايا مهما قعد من الوقت. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من ريحه الكحك، منكترش منها، خليها كده معلقه واحده بس عشان خاطر ما يمررش معايا. ومعايا كمان معلقتين من السمسم المحمص ورشه من الملح. وهقلب بقى كل الخليط ده كده مع بعض وهحطه على جنب لغايه ما احضر الخميره. معايا بقى معلقه كبيره من الخميره فوريه، وعليها كمان معلقتين من السكر الابيض العادي، برضو معلقتين كبار. وكمان معايا بقى معلقه من اللبن البودر. اللبن البودر بيدي طعم حلو، وكمان بيوحد اللون بتاع الكحك وبيخلي لونه حلو قوي. وهنزل بقى معايا بنص كوبايه من السوائل، خليت ربعها ميه وربعها لبن. واهم حاجه لازم تكون حاجه فيهم دافيه. انا هنا اللبن كنت مدفياه وحطيته على الميه وبعد كده نزلته على الخميره. هقلب برضو الخميره كده كويس وهحطها على جنب لغايه ما تخمر شويه. هكون حضرت معايا السمنه اللي انا هضيفها على الدقيق. معايا بقى هنا الميزان، وهجيب بقى معايا سمنه بلدي او اي سمنه انتوا حابينها، بس انا بحب اجيب السمنه البقري علشان لونها بيبقى ذهبي وبيخلي برضو الكحك لونه حلو قوي. نزلت بقى 550 جرام، هنزلهم على الدقيق الكيلو، يعني 550 جرام من السمنه هنزلهم على كيلو دقيق بالظبط كده 550 جرام. هدخلهم بقى الميكروويف ياخدوا بس كده تسخينه او يسيحوا بس كده. مش بسخنها قوي، انا بخليها تبقى دافيه كده بسيط. ممكن طبعا تسخنوها على النار عادي. وبعد كده بنزلها بقى على الدقيق. هنزلها بقى كده على الدقيق بالراحه خالص كده. وبعد كده بقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. هقلبه من المعلقه الاول كده لغايه ما كل الدقيق يتشرب السمنه. بعد كده بقى بعجن بالايد. اهم خطوه بقى هنا معايا ان احنا نعجن كويس جدا جدا، علشان ده بقى اللي بيخلي لنا الكحك ناعم كده وخطير. فانا هقلب الاول كده وبعد كده هعجن بايدي مش اقل من ربع ساعه علشان يطلع لنا كحكايه ناعمه وخطيره. طبعا لو عندنا عجان الموضوع ده مثلا بياخد من 5 ل7 دقايق. طبعا عشان بتبقى يعني عجن متواصل فالوقت بيكون اقل. لكن طبعا لو بنعجن بايدينا كده بقى بنقعد شويه كده عشان خاطر العجينه تتبس معانا حلو كده وتتشرب السمنه وتدينا كحكايه ناعمه وخطيره. عايزه اقول لكم بقى ان ريحه العجينه هنا كده تحفه، ريحتها حلوه قوي من قبل ما ادخلها الفرن. خلصت بقى المهمه بتاعتي كده وخلاص، ولقيت ان العجينه ناعمه خالص معايا. هنزل بقى عليها بالخميره. بعد ما نزلت بقى بالخميره هقلب كمان تقريبا بس بمجرد 3 دقايق كده. اهم حاجه ان العجينه تتشرب كل الخميره. وبعد كده هبتدي بقى ان انا يعني اشكل بقى التشكيل بتاعي. هختبر بقى العجينه بتاعتي، واول ما الاقيها مش بتشقق وكده تبقى مظبوطه معايا. لو شققت معايا بضيف عليها معلقه من السمنه، بس انا المقدار بتاعي مظبوط بالظبط. هبتدي بقى ان انا اشكل بقى الكور كده في صاج من غير اي دهون خالص. انا مش بدهنهم اي حاجه خالص. وهنا الكحكايه بتاعتي عاملاها 20 جرام. المقاس بتاعها كده مناسب جدا، لا ميني ولا كبيره، متوسطه كده. وهدخلها بقى على الفرن. اهم حاجه اكون مولعه الفرن بقى قبل ما احط الخميره ب5 دقايق كده. هكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، وبدخله رف اوسط بيقعد معايا من 20 ل 25 دقيقه. وطبعا على حسب الفرن بتاعكم لازم تكونوا متابعينه. ولو من تحت خد لون ومن على الوش لسه بنولع عليه شويه 5 دقايق وبيخرج معاكم خطير. بجد هيعجبكم قوي وناعم، وبجد طعمه وريحته تجنن. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.